بعد الفرح وبعد أيام كلها ضحك وهزار بيجي وقت الجد. فجأة تبدأ أسئلة تدور في دماغك: هي ليه العلاقة مش زي ما كنت أنت متخيلها؟ ليه في إحباط أو ملل؟ وليه بدري كده؟ هل دي النهاية ولا دي مجرد بداية؟ الحياة الجنسية أكبر تحدي أول الجواز. اللحظة اللي المفروض تكون مليانة شغف ساعات بتتحول لمصدر قلق وضغط. الموضوع ده من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل من أول يوم. طب ليه بيحصل ملل أو برود بسرعة كده؟ يمكن عشان التوقعات كانت أكبر من الواقع، أو الضغوط اللي بتظهر فجأة بعد أول أيام الجواز تخلي العلاقة تبان أصعب من اللي تخيلناها. ممكن يكون كمان بسبب قلة الوعي، لأن معظم الشباب والبنات بيدخلوا الجواز من غير ما يعرفوا كفاية عن الجنس أو حتى جسم الطرف التاني، وده بيخلق فجوة كبيرة بينهم. أو مثلا توقعات مش واقعية، زي إنهم متأثرين بأفلام أو كلام صحابهم، فيتخيلوا إن كل حاجة هتمشي بيرفكت من أول يوم. بس الواقع غير كده خالص. وممكن يكون بسبب الضغط النفسي، التفكير في الأداء، أو فكرة لازم أرضي الطرف التاني بتتحول لعيب بدل ما تكون متعة أو روتين. بعد فترة قصيرة العلاقة ممكن تبقى متوقعة جدا، لأنها ببساطة تبقى بنفس الطريقة في نفس الوقت، واحدة واحدة بقت من غير شغف. ونتيجة كل ده بيكون إحباط للطرفين، بيحصل برود أو انسحاب، كأن كل واحد بقى في عالم لوحده. وساعات حد يدور على بديل زي الإباحية، كأنها مهرب، لكنها في الحقيقة بتبعده أكتر. طب والحل؟ كلمة السر في التفاهم والمصارحة. كل واحد يقول هو بيحب إيه وما بيحبش إيه من غير أي كسوف، علشان العلاقة تفضل صحية وممتعة. وممكن كمان التجديد بيكسر الروتين، سواء بتغيير الأوقات أو حتى الطرق. المهم العلاقة يفضل فيها شغف. وركزوا دايما على المشاعر. الجنس مش جسد بس، ده عاطفة واحتواء، لحظة دفء، بتفرق أكتر من أي تفاصيل تانية. وخليكوا عارفين كويس إن مفيش حاجة بتيجي بيرفكت من أول مرة. الموضوع بياخد وقت عشان يبقى طبيعي ومريح. تاني حاجة هي التوقعات الخيالية. كتير بيدخلوا الجواز متأثرين بالأفلام والمسلسلات، متوقعين رومانسية كل يوم من غير خلافات ولا ضغوط. لكن الحقيقة مختلفة. الحياة بعد الجواز فيها مسؤوليات، زي الشغل والبيت والفلوس. كل دي مسؤوليات بتنزل مرة واحدة وتكسر صورة الرومانسية اللي في الخيال. وهنا بتحصل الصدمة، لما يكتشفوا إن الحياة الطبيعية مش شبه اللي شافوها في المسلسلات والدراما. ساعتها بيبدأ الإحباط. نيجي بقى للمشكلة التالتة، وهي قلة الكلام. إن كل واحد فاكر إن التاني لازم يفهمه من غير ما يتكلم، والنتيجة بتبقى صمت، والاتنين بيبعدوا عن بعض أكتر. وبالتالي المشاعر بتتكتم وبتتراكم، ولما بتتراكم كتير مفيش غير انفجار، وساعتها العلاقة بتتكسر. لكن الحل ساعات بيكون أبسط مما نتخيل. لو قعدنا مع بعض قعدة بسيطة يكون فيها كلام صريح من غير لف ودوران، وكل واحد عبر عن اللي جواه. والمشكلة الرابعة هي تدخلات الأهل. ساعات أبسط مشكلة بين اتنين تكبر وتوصل لأهلهم بدل ما تتحل جوه البيت. ولما المشكلة تطلع بره بتكبر 10 مرات، وتسيب جوه النفوس حساسيات صعب إنها تتنسي. والحل إن مشاكل البيت تفضل جوه البيت بين الطرفين بس، من غير ما تتسرب لأي حد تاني. نيجي لخامس حاجة، وهي الماديات. أول الجواز مش بس فرح وشهر عسل، البيت فيه التزامات كتير: تجهيزات البيت، مصاريف تضغط على الاتنين. ولو مفيش خطة مالية واضحة الخناقات المادية هتيجي بسرعة وتكبر المشاكل. المشكلة السادسة
الاختلافات الصغيرة، حتى العادات الصغيرة ممكن تسبب خناقات. تنام بدري ولا متأخر، البيت مترتب ولا لأ، قهوة ولا شاي. الحاجات البسيطة دي ساعات تتحول لمشاكل يومية لو ما تفهمناش عليها. والمرونة هنا مطلوبة جدا، يعني كل واحد يتنزل شوية عشان التاني. البساطة دي بتفرق كتير في راحة الحياة اليومية. نيجي بقى لغياب الصداقة. غياب الصداقة بين الزوجين بيخلي العلاقة تقيلة، من غير ضحك، من غير مشاركة، وكأن كل واحد عايش لوحده. في ناس بتشوف الجواز مسؤولية وبس، فواتير، شغل، بيت، التزامات، لكن بينسوا إن في الأساس مشاركة وحب وصداقة. اللي بيفرق فعلا إن الزوجين يفضلوا أصحاب، يضحكوا مع بعض، يشاركوا اهتمامات بسيطة، ويعيشوا لحظات تخلي الجواز أخف وأجمل. في الآخر، الجواز رحلة، مش لقطة سريعة في فيلم. رحلة فيها صعوبات ولحظات حلوة، لكن أهم حاجة إنكم تكملوا فيها مع بعض. ممكن البداية يكون فيها أخطاء، عادي بتحصل لأي حد، لكن الحل دايما موجود طول ما في رغبة في الفهم والحب. لأن المفتاح الحقيقي لأي علاقة ناجحة هو إن يكون في تفاهم وتجديد وصداقة. من غيرهم أي علاقة هتضعف، ومعاهم أي علاقة هتقدر تكمل وتنجح.